واو يا جماعة بجد الفستان لونه تحفة. Hey, how's it going? Don't forget to subscribe and let's go. هاي بينكيز، عاملين ايه؟ النهارده معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون عن لعبة ملكة الموضة يا جماعة. والنهارده هنلعب الهدايا المعجبين، وهنحاول ان احنا مخسرش فيها خالص. حتى لو خسرنا كده كده مهكرينها فنعرف نكملها. والنهارده هنكمل هدايا المعجبين للاخر خالص، ونشوف هنكسب ايه في اخر مرحلة. قبل ما نبدا متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا الفيديو اللي بنزله. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، وهسيبكم طريقه التفكير يا جماعه في الرابط في الديسكربشن. وبس كده. دلوقتي نبدا نلبسها بسرعه اوتفيتات دي عشان نبدا نلعب. ممكن البسها ممكن البسها الفستان الابيض ده، وعليه جزمه البيضه دي شكلها حلو، ولبسها اكسسوارز ذهبي. وممكن ملبسهاش نضاره، او ممكن البسها، لا ما كانت تبقى مش حلوه. هنلبسها الحلق الابيض ده، وبعد كده هنلبسها شنطه برضو بيضاء، او مش لازم، ممكن نلبسها حاجه فيها ذهبي شبه الفستان شبه كده. وهنلبسها طبعا سلسله ذهبي ممكن، دي حلوه. ودلوقتي نروح نغير شعرها ولون شعرها ولونه والستايل بتاعها كده يعني. بعد كده نبدا نلعب ملكه الموت، نلعب هدايا معجبين. اوكي، دلوقتي هنروح نغير شعرها في هوليوود طبعا. يا جماعه كده؟ حاجه جديده كده بس هي غاليه قوي. ممكن نجرب حاجه فيهم. ده ستايل جديد، هي مش وحشة بس مش احسن حاجة، بس نجدد يعني. ممكن نخلي شعرها بني مثلا، بني الفاتح، ونخلي عينيها لونها ازرق عادي، ونخلي الاي شادو لونه ممكن مثلا بينك فاتح. والحواجب هنخليها نفس درجة شعرها، اي ثينك دي. والروج هنخليه الاحمر الغامق عشان بحب اللون ده. واي ثينك الاي شادو شكله مش لايق عليها، فممكن نخليه شكله نايس كده. ممكن نفتحه سنة. كده حلو. اوكي يا جماعة، ده الاوف بتاع النهاردة. دلوقتي نبدأ ندخل نلعب هدايا المعجبين او جيفت فانز. اوكي يا جماعة، متحمسين ان شاء الله يا جماعة. هنحاول ما نخسرش قد ما نقدر، وهنحاول نجمع احسن هدايا يا جماعة، وان شاء الله يطلع لنا فساتين حصرية كتير قوي. يا جماعة بحب قوي النجوم البيضة دي، بتبقى ليها مهمة وليها لازمة جدا، عشان طبعا حتى لو احنا مهكرينها النجوم البيضة دي بتجيش بسرعة، فلازم عشان نكسب يعني نجيب نجوم بيضة. واو يا جماعة الحلقة ده حصري تحفة يا جماعة قوي. بالنسبه لي يا جماعه اهم حاجه النجوم البيضاء، عشان هي ممكن تدينا اوتفيتس جديده. طبعا مش هنعرف نهكرها دي. وبرده اللي هي العملات اللي فيها زي هيلز كده، دي برضو مهمه، عشان برضو حتى لو احنا مهكرين ما بنعرفش نجيبهم. فانا ببقى اكتر حاجه مركزه عليهم يعني. انا اصلا بختار بطريقه عشوائيه، مش واخده في بالي قوي. انا بس بتحمس قوي للحاجات الذهبي بالذات، بتبقى فيها هدوم تحفه قوي يا جماعه بجد. خساره، كنت عايزه الهدوم بجد. يلا مش مشكله، هنجيبها في الجاي ان شاء الله. اي حد يا جماعه عنده مشكله في اللعبه او عايز فكره تحدي جديد يكتب لي في الكومنتس، واكتبوا لي يا جماعه انتوا من انهي بلد. عامه انا برحب باي حد يتفرج عليا من اي بلد، وخصوصا اللي بيظهر لي مصر والعراق وسوريا تقريبا، السعوديه. فاي حد منهم يا جماعه اكتب لي في الكومنتس، واكتبوا لي انتوا بلد انهي بلد. متحمسه موت. اول دهب بتجيلنا اي ثينك هختار دي. واو يا جماعه فستان تحفه يا جماعه، ذهبي قوي تحفه بجد يا جماعه. بعشق انا الهدوم اصلا. طبعا هنكمل يا جماعه. يا جماعة بجد الهدايا تحفة لغاية دلوقتي يعني ماشية معانا تمام. احنا بس عايزين نكتر شوية من النجوم. شفت حاجة ان اللي هو الاوتفيتس او الهدوم في الهدايا ما بتظهرش غير في الفضي والذهبي. وغالبا لو انت اخترتي الذهبي يعني هيدوكي هدوم، ده عامة يعني. فان شاء الله ناخد في الذهبي هدوم تاني. يا جماعة دلوقتي جت المرحلة الذهبية، ان شاء الله يظهر لنا هدوم يا جماعة. I think هاخد دي. واو يا جماعة بجد الفستان لونه تحفة، عجبني قوي موت. زي ما قلت لكم يا جماعه غالبا المراحل الذهبيه بيحس بقهرتك فبيديكي هدوم يعني عشان تصرفتي مجهودات كتير وكده يعني. انا اصلا مش عايزه اوسكارز، انا عندي اوسكارز كتير قوي طبعا من مجوهرات يعني، فمش فارقه معايا قوي الاوسكارز.
خلاص هنا يا جماعه ناقص 4 بس تقريبا ونوصل لاخر ليفل هو، وان شاء الله يا جماعه يظهر لنا حاجه او فستان تحفه. بس بجد يا جماعه صرفنا كميه مجوهرات اكتر من 1000 مجوهره يا جماعه. خلاص وصلنا لاخر مرحله يا جماعه، المرحله 90. اتمنى يطلع لنا يا جماعه فستان، ان شاء الله يطلع لنا فستان حلو او اي حاجه فخمه. هختار دي. واو يا جماعه الفستان بجد تحفه قوي، خطير يا جماعه موت. كده خلصنا اصلا الفان جيفتس او هدايا معجبين كلها، وكسبنا يا جماعه زي ما انتم شايفين حاجات كتيره قوي واحلاهم الفساتين. دلوقتي اخد معاكم جوله في ملكه الموضه ولا نروح نلعب؟ لسه ما فتحتش تقريبا عندي عشان يا جماعه مش عارفه افتحها لان انا مهمتي كلها مش عارفه اعملها. اوكي يا جماعه عندي اصدقاء جداد، ادا وونج هاي، وعندي يونا هاي برضو. هبعت دلوقتي يا جماعه لكله هدايا اهو، هتلاقي هدايا برضو لكله كده يا جماعه. ده الكود بتاعي، ضيفوني عندكم كلكم. اوكي ودلوقتي هنروح نعمل شويه مهام اللي هو بيقولنا عليها عشان نعلي مرتبتنا يعني وكده، ونفتح بقيه الحاجه عشان بجد في حاجات كتير قوي ما فتحتش لغايه دلوقتي. الاونلاين شوبي بينور، فندخل نبص بص عليه الاول. حلوه السلسله دي ممكن نجيبها. الشنطه الاسود دي برضو حلوه ممكن نجيبها جديده. لون الشنطه ده يا جماعه حلو ممكن نجيبه برضو. الفستان ده عادي، الصندل ده جديد ممكن نجيبه. ده حاسه عادي. التيشيرت ده بحبه، بحسه ممكن يليق على كذا حاجه فهجيبه. والجيبه دي ما عندناش جيبه كتير فهنجيبها. ممكن دلوقتي نطلع نشوف كانت عايزه ايه مننا. جماعه لو قالت لي غيرت تيشيرت شعرك تاني عندها، انا اصلا ما عندهاش تشريحات حلوه صراحه، عشان كده ما بحبش. جماعه نفسي افتح قصر هوليوود. طبعا انا بدخل اعمل معاكم تحديات، انا ما اعرفش اعمل مهام يا جماعه، عشان كده مش عارفه افتح اي حاجه في اللعبه بجد يا جماعه. ودول عشان عندي امتحانات ان شاء الله خلاص كمان اسبوعين، وهنزل لكم يا جماعه فيديو ان شاء الله ان شاء الله يعني كل يوم، وهعمل لكم اي حاجه انتوا عايزينها. ولو وصلتوا لغايه هنا يا جماعه اعملوا لايك واكتبوا لي كومنت عشان بجد بحبكم موت. قالت لي ايه؟ meet with Amber and Queens. اوكي باي دريس فور، ايوه نروح نشتري فستان. ممكن نروح بيفري هيلز مثلا يا جماعه. هنا بحس هنا بس هو عايز جاله اللي هي حفله يعني، عايزين فستان فخم كده، فممكن نبص على الفساتين هنا. الحلقه ده حلو نجيبه. في فستان ده لا، محساه لا، ده برضو لا. واو يا جماعه السلسله دي سو كيوت وهدي نجيبها. اللون برضو ده هيليق على الفستان اللي احنا خدناه فاللي هو الفان جيفتس فهنجيبه. الصندل ده برضو جديد نجيبه برضو. والشنطه دي يا جماعه شكلها كيوت قوي وهدي نجيبها برضو. دي اوفر بس احنا ما عندناش لون ده فهنجيبه. انتوا فاهمين؟ مش عاجبني خالص. ده مش وحش بس مش حاسه ان لا مش ماي تايب يعني، مش ذوقي. بعشق حاجه اسمها جاكيت جلد، هو بتاع شكله شيك قوي. ده مش عارفه الادريس ده ولا ايه. ده حلو. لسه لغايه دلوقتي يا جماعه ما استقرناش على حاجه للحفله. اوكي ممكن نبص بصه في فيلا ايطاليا دي او ايطالا، مش فاكره اسمها ايه صراحه. هنا عندها حاجه كلها كاجوال، هنجيب دي يا جماعه. حاجه كلها كاجوال تقريبا. خلاص يا جماعه نروح هوليوود اكيد هنلاقي فستان هنا حلو. ممكن نشوف. حلوه السلسله دي نجيبها. فستان حلو بقى والنبي. لا مش ماي طيب برضو. حلو برضو بس لا مش الحفله يا جماعه، عايزين حاجه كده فخمه، حاجه تشد. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ ممكن ندخل نبص بصه برضو. يا جماعه ليه مفيش فساتين حلوه يا جماعه؟ ايه ده؟ فين الفساتين الحلوه؟ احنا ما دخلناش في بيفري هيلز، ما دخلناش المحل اللي هو بتاع لاف دي، ممكن نلاقي فيه حاجه حلوه ان شاء الله يعني. ده حلو يا جماعه، شيك قوي، شيك وكاجوال وسيمبل كمان فحلو. خلاص يا جماعه احنا هنروح نلبسها نغير لها هدومها يعني. بفكر ان احنا نلبسها الاوتفيت اللي خدناه كسبناه اللي هو ده، وهنلبسها ده كسبناه وده كسبناه، ده كسبناه بس ده حاساه هندي مش عارفه ليه. ممكن نلبس دلوقتي الطقم ده وعليه الصندل ريد برضو غامق كده، نشوف في ده هيليق برضو. الاكسسوار شايفه الدهبي ده هيليق. ممكن نلبسها تاج، لا هي حاطه اصلا شعرها، حابه انها غيرت تشريح شعرها يا جماعه. نحط لها الحلق ده. وهنلبسها شنطه ولا مش لازم؟ كان في شنطه اشتريناها ايوه دي شكلها شيك قوي يا جماعه. والسلسله في كذا اختيار بس انا لبسها غوشه ذهبي فحاسه دي هتليق بس لازم نغيرها الغويشه. فاهمين قصدي؟ اهي كده يا جماعه الاوتفيت تحفه قوي. نروح بس الاول نغير لها شعرها.
عشان تصير الشقة دي صراحة حاساها يعني لا خالص كمان. ممكن عايزة حاجة رافعة لفوق او حاجة حلوة ده يا جماعة، وحلو ده برضو. ممكن حاسة ده حلو يا جماعة. اهو يا جماعة كده خلصنا الأوتفيت بتاعتها، بس الحلقة شكله وحش يا جماعة. هنروح نغير الحلقة. معلش يا جماعة خدوني عدى عليه شوية. هنروح نغير الحلقة عشان يبقى فاضي برضو، يبقى لايق على الأوتفيت. اهو يا جماعة كده الطقم تحفة يا جماعة، بجد الطقم عجبني قوي. ريت فروم 10 ماشي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو بنزله. وبحبكم. بايو.